هاي، عاملين ايه؟ انا النهارده هعمل اختراع كده جديد. هو عباره عن كريب بالشوكولاته. يعني عباره عن الكريب نفسه هيكون العجينه نفسها هتكون بالشوكولاته. اوكي. اول حاجه هنا معايا بيضتين. مفروض احط عليها فانيليا بس انا مش عندي، فهحط لها شويه قرفه. بعدين هحط نص كوبايه لبن. بعدين معايا هنا ثانية واحدة، معايا هنا نص كوباية مية. ممكن نحط كوباية لبن بس أنا حباها إن هي تكون اقتصادية. بعدين هنحط كوباية دي كوباية دقيق. اوكي. إلا معلقتين. يعني حطيت مكانهم معلقتين كوباية سوري معلقتين كبار كاكاو. معلش انا اسفه، انا قلت لكم قبل كده ان انا مبتدئه، فهتلاقوني بتلخبط كتير، وعلى فكره بقطع كتير قوي في المونتاج، فاستحملوني. حطيت كمان حوالي مكعبين زبدة. هو مش حوالي، هما فعلا مكعبين زبدة. اوكي. عشان بس تديها طعم. هو انا طبعا انا واخده برضو الوصفه دي من على فيديو على اليوتيوب، بس انا طبعا مخترعه فيه. حطاله يعني المعلقتين الكاكاو بس. وبرضو هحط يعني حبه بسيطه قوي ملح، يعني عارفين اللي هي الرشه البسيطه دي اللي هي بتعمل معادله مع الحلويات. هنا بقى عندنا طاسة مدهونة زبدة. هستنى بقى تسخن وهنزل فيها الكريب. بصوا كده معايا. حط الكريب، وزعه بسرعة. بس هتفضل بقى على نار متوسطة لحد ما تستوي. بصوا كده وشها نشف معايا. هبدأ بقى ان انا اقلبها دي كده. بعد ما قلبتها انا نسيت اقول لكم حاجه. انا الكاكاو اللي انا مستخدماه اللي هو سريع التحضير اللي فيه سكر. لو انتوا هتستخدموا الكاكاو اللي هو الخام، ممكن تضيفوا سكر، يعني حوالي معلقتين سكر على الخليط. يعني انا عن نفسي حابه يكون مسكر. في ناس ممكن ما تضيفش خالص، بس انا بحب الكريب الحلو يبقى العجينه نفسها فيها سكر. بصوا انا كده كل شويه بقلب. وطبعا انتوا لو عندكم فانيليا يستحسن، يعني يبقى بدل القرفه، بس انا ما عنديش مشكله مع القرفه يعني. بس بنفضل نقلبها لحد ما تستوي. دي كده اول واحده لما استوت. هكمل باقي الكميه واجيلكم. بصوا كده حبيت اوريكم دي تاني واحده، شكلها نوعا ما احلى من اول واحده. هو يعني طبيعي انه اول واحده دايما بتبقى شكلها كده غريب.
بس يعني من تاني واحدة بتظبط بقى، بتبدأ العجينة تبقى بتظبط، والنار برضو بتكون ايه ظبطت معايا. بس هي لسه بقى ايه لما الوش كله بينشف بنقلبها بس. وعلى فكرة هي بتدهن مرة واحدة بس، يعني انا دهنتها زبدة. بعد كده ما يعني هكمل بقى على كده. وطبعا لازم تتعمل في طاسة تكون ايه غير لاصقة. بس هكمل بقى واجيلكم. بصوا كده دي الكمية اللي معايا. عملت لي 4 وحدات. اوكي 4 كريبات واهو. بصوا بقى يا جماعة، دي كده الكمية اللي معايا. عملت لي 4 كريبات. 1 2 3 4. خلاص طبعا انا بعد ما كنت بخلص كل واحدة كنت بغطيها كده عشان تفضل طرية محتفظة بطراوتها وما تنشفش خالص. معلش سوري. وكمان عايزة اقول لكم ان انا ما بين كل واحدة والتانية انا كنت يعني كل واحدة بقلبها 4 مرات مش اكتر من كده. يعني كل واحدة بتتقلب 4 مرات مش اكتر من كده. لحد بس ما تحسوا ان السوائل بتاعتها نشفت وبعد كده هي كده تكون استوت. يعني بتستنوا السوائل تنشف من الجنبين وبعد كده تكون استوت. وهي بتفضل على نار متوسطة. لو حسيتوا ان الطاسة سخنت قوي بتهدوا النار خالص لحد ما تستوي، بس عشان ما تتحرقش معاكم يعني يا جماعة بالسنس كده بس.